يا مساء الفل واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده وملف جديد من بودكاست الارشيف، ومعاكم خالد محمد. النهارده مش هنرغي خالص في المقدمه. النهارده الحلقه الثالثه من سلسله اد ولورين وارن. مش هتكلم كتير، اللي ما عملش لايك ينزل يعمل لايك دلوقتي، اللي ما عملش سبسكرايب ينزل يعمل سبسكرايب، اعملوا شير لو شايفين ان البودكاست ده يستاهل ان الناس تعرف بيه. انتوا دلوقتي بتسمعوا بودكاست الارشيف ومعاكم خالد محمد، ويلا بينا نبدا في حلقه النهارده. إد وارن حاول طول حياته يحافظ على مسافة بينه وبين الكيانات دي ويدرسها من بعيد لبعيد، ويحاول يساعد الناس المتورطة معاهم بأي دعم نفسي محتاجينه مش أكتر. من خلال مراقبة الكيانات الشيطانية لاحظ إد إنهم بيغضبوا من أي شيء ليه علاقة بربنا. غضبهم ده بيكون مرعب وخطير بالنسبة لأي شخص متخصص في طرد الشياطين. لكن سؤالي لإد، هل إيمان الشخص بدين معين بيؤثر على تفسيره لوجود الشياطين دي؟ وهل الشخص المؤمن بالخوارق معرض أكتر لأنه يقابلها؟ فرد إد وقال: كلامك يبدو منطقي جدا. مفيش شيء حوالينا مش بيتأثر بإيماننا، علشان كده أنا مش شايف إن ضروري أي إنسان يعرض نفسه لاحتمالية تعامل مع كيانات زي دي تحت أي مسمى. أنا ولورين مش مضطرين للتعامل معاهم، ومش بنتقاضى أي أجر بالمناسبة، بس فزع الناس اللي بتواجه المشاكل دي والإيذاء اللي بيتعرض له الأطفال بيخلينا مضطرين نتعامل معاهم. استدعائنا بيتم بعد ما الأمور بتسوء، وبيكون دورنا محاولة دراسة الوضع وتقديم حلول منطقية، وفي بعض الأحيان كمان بيبقى فيه طلب للمساعدة من متخصصين في طرد الشياطين. وعلشان كده وإجابة على سؤالك، إيمان الشخص بالخوارق من عدمه ما بيمنعش حدوثها، لكنه بيأثر طبعا على محاولات تفسير لغز عظيم زي ده. الناس الغير مؤمنة بالأديان عموما بتحاول ترجع الظواهر دي لكونها ظواهر طبيعية حد بيعملها أو ليها تفسير فيزيائي، أو بينكروا حدوثها بشكل عام. الناس دي ما شافتش أي ظاهرة من النوع ده بنفسها، وإلا ما كانوش تمسكوا برأيهم الحاد ده. كل شيء ممكن يتفسر بشكل علمي أو روحاني لو العلم فشل في تفسير، والمشاهدات أكدت إن ليه بعد خوارقي. لو أنت ماشي بره بيت مسكون وما اديتش نفسك فرصة تدخل أو تسمع من الناس اللي جوه، عمرك ما هتشوف اللي احنا بنشوفه. احنا بنقابل ناس مرعوبة ومنهارة، هدومهم مقطعة، عفشهم محروق، ومخنوقين من ريحة الكبريت اللي مالية البيت. بيعانوا من أصوات عويل وصراخ صادرة من كل مكان، ومش عارفين يخرجوا من المكان أصلا. ناس محاصرة. الحالات اللي بنشوفها بيفشل العلم في إيجاد تفسير مقنع ليها. إيه تفسيره للأشياء اللي بتطير والعفش اللي بيتحرق قدام عينيك؟ لازم المواقف دي تتشاف علشان الشخص المتشكك يقدر يحكم بنفسه إذا كان اللي بيحصل ده حقيقي ولا لأ. وإحنا قبل أي تحقيق بالمناسبة بنحاول قدر المستطاع نستبعد أي تدخل بشري أو أي خدعة في الموضوع. الزوجين من خلال أبحاثهم لقوا إن الظواهر الشيطانية بتحصل على مراحل. في البداية النشاط الماورائي بيكون بسيط ومشابه لنشاط الأشباح البشرية لحد ما الكيان الشيطاني يثبت نفسه في المكان. بعدها بيبدأ يختار ضحاياه بدقة، وده اللي هنعرفه دلوقتي في ملف الدمية أنابل الرهيبة. أما يرن التليفون في بيت إد ولورين ويسمعوا على الخط صوت رجل دين متجهم بيسأل عن إد وارن، الزوجين بيستنتجوا فوراً إن في شيء سيء حصل أو بيحصل. قضية أنابل بدأت نفس البداية دي بالظبط. كاهن كنسي اتصل بيهم من مكتب إدارة الكنيسة في ولاية كونكتيكت. رجل الدين كان بينقل رسالة وصلته من خادم كنيسة في مكان تاني في نفس الولاية. ملخص الرسالة إن في ممرضتين تواصلوا على ما يبدو إنه شبح بشري، والكاهن شاكك إن الوضع أخطر من كده، لأن الاستغاثة اللي وصلت له تضمنت إن صديق لإحدى الممرضتين تعرض لهجوم مادي. وبرغم إن جروحه ما كانتش خطيرة، إلا إن النشاط الماورائي ده لسه مستمر.
واحدة من البنتين بتظن إن في شيء شرير ودخيل في شقتها. في النهاية طلب الكاهن من إد إنه يتقصى الموضوع كعالم شياطين ويبلغه لو المسألة محتاجة تدخل الكنيسة ولا لأ. كان واضح لإد من كلام الكاهن إن في احتمالية لكون كيان شرير هو سبب الظواهر دي، وعليه أخد إد رقم تليفون الممرضتين واتصل بيهم فوراً. اتكلم شوية مع واحدة من البنتين واتأكد من دقة المعلومات اللي وصلت له، وبعدها بلغهم إنه هو ولورين في الطريق ليهم. كان مع إد مسجل صوتي وكاميرا. وقف الزوجين قدام باب الشقة المتواضع ورنوا الجرس، وسمعوا أصوات كوالين وأقفال بتتفتح، ولقوا قدامهم الممرضة ديردرا برنارد، شابة جذابة في عمر 25 سنة تقريبا. إد ولورين قدموا نفسهم ليها وسمحت لهم بالدخول. في المطبخ المرفق بالصالة الضخمة قابلوا كار راندل وخطيبته لارا كليفتون. كانوا صامتين جدا، والنظرة القلقة اللي على وشوشهم قالت أكتر من اللي هم قالوه. قعدوا كلهم حوالين الترابيزة، وإد حط شريط كاسيت فاضي في المسجل وشغله علشان يسجل اللقاء. بدأ هو الكلام بإعلان تاريخ اليوم والوقت وأسماء الحضور وعنوانهم. قال إد للممرضتين والشاب اللي قاعد قدامه: أنا حابب أسمع القصة كلها منكم من البداية بالتفصيل. مين اللي حابب يبتدي؟ ديردرا قالت: أنا هحكي. تمام، يا ريت كال ولارا يضيفوا أي تفاصيل ديردرا ممكن تكون نسيتها. الحقيقة هو في قصتين، قصة بدأت أول الأسبوع مع كال، وقصة تانية عن أنابيل. بس بشكل ما أنا أعتقد إن القصتين ليهم علاقة بأنابيل، بس أنا مش متأكدة من الموضوع ده. تمام، مين أنابيل؟ أنابيل بتاعت لارا، سألت لورين مستغربة. بتاعت لارا يعني أنابيل دي كائن حي ولا إيه بالظبط؟ حي، هي بتتحرك، بس ما أعتقدش إن هي كائن حي. شاورت لارا لحجرة المعيشة وقالت: أنابيل هناك قاعدة على الكنبة. بصت لورين تجاه مشاورة لارا وسألتها في استغراب: انت بتتكلمي عن العروسة اللعبة اللي هناك دي؟ أيوة، العروسة القماش اللعبة، أنابيل بتتحرك. قام إد واتجه لغرفة المعيشة علشان يشوف الدمية عن قرب. كانت كبيرة وتقيلة، في حجم ووزن طفل عنده 4 سنين، وكانت قاعدة على الكنبة ورجليها ممدودة قدامها، بتبصله بعينيها السود الكبيرة وابتسامتها العريضة المرسومة بالألوان. من غير ما يلمسها تاني رجع إد للمطبخ وسأل ديردرا: العروسة دي جات لكم منين؟ كانت هدية والدتي ليا في عيد ميلادي اللي فات. هل في سبب معين لاختيارها عروسة زي دي كهدية ليكي يعني مثلا ولا إيه؟ لا خالص، بس هي كانت حاجة مختلفة كديكور يعني. تمام. طيب امتى لاحظتوا النشاط الغريب اللي بتحكوا عنه؟ من سنة تقريبا. العروسة بدأت تغير مكانها في الشقة من نفسها. ما أقصدش طبعا إنها قامت ومشيت قدامنا على رجليها، أقصد إني كنت برجع من الشغل بلاقيها في مكان مختلف عن المكان اللي سبتها فيه. طيب ماشي، ممكن تفاصيل أكتر عن الموضوع لو سمحتي؟ بعد ما جات لي العروسة في عيد ميلادي كنت برتب سريري الصبح وأحطها عليه قبل ما أنزل شغلي. كنت بحطها في الوضع اللي انتم شايفينه ده، ايديها جنبها ورجليها ممدودة قدامها عادي. لما كنت برجع كنت بلاقي ايديها ورجليها في أوضاع مختلفة، بلاقيها حاطة رجل على رجل مرة أو مربعة ايديها. اتكرر الموضوع ده حوالي أسبوع، وهنا بدأنا نشك وقلنا نعمل تجربة. عقدت ايديها ورجليها ببعض، وأما رجعنا بالليل لقيناها فرداهم. كل مرة بنعمل كده بنرجع نلاقيها في وضع مختلف تماما عن اللي سبناها عليه. أضافت لارا: مش بس ده اللي كان بيحصل، العروسة كانت بتغير مكانها من أوضة لأوضة. مرة خرجنا ورجعنا بالليل لقيناها راكعة على الكرسي اللي جنب الباب. الغريبة إننا حاولنا نخلي العروسة تاخد نفس الوضع ده بعدها، بس كانت بتقع. كل مرة كانت بتقع. أصلا دي عروسة قماش ما فيهاش مفاصل، فإزاي تثبت على وضع زي ده؟ ساعات تانية كنا بنلاقيها على الكنبة في حين كنا بنبقى سايبينها في أوضة ديردرا وقافلين عليها الأوضة. سألت لورين: طيب في حاجات تانية كانت بتحصل؟ جاوبت لارا: أيوة، كانت بتسيب لنا رسائل مكتوبة بخط طفولي جدا. تمام، إيه محتوى الرسائل دي؟ كلام ملوش معنى بالنسبة لنا. بتكتب مثلا ساعدونا أو ساعدوا كال، بس كال كان بعيد تماما عن الموضوع في الفترة دي، وكلمة ساعدونا دي كانت بتعود على مين إحنا ما كناش نعرف. طبعا ما فهمناش حاجة. الرسائل دي كانت بتبقى مكتوبة بقلم رصاص على ورق جوابات.
الغريب في الموضوع إن الشقة لا كان فيها أقلام رصاص ولا أي نوع من الأوراق. قالت لورين: طيب ما خطرش في بالكم إن يكون في حد معاه مفتاح شقتكم وبيدخل في غيابكم يعمل فيكم مقالب مثلا أو بيهزر؟ طبعا خطر في بالنا، حطينا علامات على الأرض والسجاد والشبابيك علشان لو حد دخل نعرف، بس ما لقيناش حاجة تدل على إن أي حد دخل من أي مدخل من مداخل الشقة. بدأت بقى حاجات أغرب تحصل بعد كده. كنا سايبين أنابيل على سرير ديردرا ونزلنا، ولما رجعنا من بره لقينا دم على ايديها و3 نقط دم على صدرها، والموضوع ده رعبنا جدا. سأل إد: طيب هل في ظواهر تانية غريبة بتحصل في الشقة غير موضوع أنابيل؟ أيوة، مرة وقت الكريسماس لقينا شوكولاتة فوق الاستيريو، وما كنتش أنا ولا لارا اللي جبناها المكان ده، غالبا دي كانت هدية من أنابيل. سألت لورين: طيب إمتى افترضتوا وجود شبح متصل بالعروسة؟ ردت ديردرا: طول الوقت كنا عارفين إن في حاجة غريبة، بس كنا عايزين نعرف ليه ده بيحصل. اتصلت أنا ولارا بوسيطة روحانية. الكلام ده كان تقريبا من شهر ونص تقريبا بالظبط بعد بداية الأحداث. عرفنا من خلال الوسيطة إن في بنت صغيرة اسمها أنابيل هيجنز كانت متعودة تلعب زمان في الحقول اللي مكانها اتبنت العمارات اللي ساكنين فيها دلوقتي. البنت دي ماتت طبعا وهي صغيرة. شبح البنت بقى بيشوف كل حاجة بتتغير حواليه، ومحدش بقى بيلعب معاها أو شايفها. أنابيل حست إننا ممكن نحس بيها أو نتواصل معاها، فبدأت بتحريك العروسة علشان تلفت نظرنا. كان نفسها إن احنا نحبها ونتقبلها، وطلبت مننا عن طريق الوسيطة الروحانية إننا نقبل إنها تعيش جوه العروسة وتعيش معانا. طبعا صعبت علينا جدا ووافقنا على طلبها. سأل إد في انزعاج: لا ثواني معلش، قصدك إيه بإنها طلبت تعيش جوه العروسة؟ قصدك إنها تستحوذ عليها؟ أيوة، ده كان الاتفاق، وكان واضح إنه اتفاق مش ممكن يسبب أي أذى لأي حد. إحنا ممرضات وبنتعامل مع أطفال بيواجهوا الموت كل يوم، وبنشوف معاناتهم وخوفهم. المهم سمينا العروسة أنابيل زي البنت. تمام، طيب حصل أي حاجة مختلفة بعد ما ساعدتكم سمحتوا لأنابيل تعيش في العروسة؟ هل اتغيرت معاملتكم للعروسة بعد كده على إنها طفلة فعلا؟ مش قوي طبعا، بس كنا مدركين إنها ما بقتش عروسة، بقت أنابيل. سأل إد في هدوء وهو بيحاول يتمالك نفسه. طيب قبل ما تكملوا حكي، خلونا نرجع خطوة كده لورا. العروسة جاتلك في عيد ميلادك، بعدها بدأت تتحرك وتغير مكانها بشكل لاحظتوه وأثار فضولكم، فقررتوا تعملوا جلسة استحضار أرواح، والشبح قالوا إنه شبح طفلة اسمها أنابيل هيجنز وكان عندها 7 سنين لما ماتت، وطلبت منكم تستحوذ على العروسة وتسكن فيها، وطبعا بدافع التعاطف انتوا وافقتوا وسميتوا العروسة أنابيل، صح كده؟ أيوة صح. طيب هل انتوا شفتم شبح لبنت صغيرة قبل كده في الشقة؟ لا ما شفناش حاجة. ذكرتم إن في شوكولاتاية ظهرت لكم ومحدش فيكم جابها، مفيش حاجات غريبة تانية حصلت؟ أيوة، مرة تمثال طار في الهوا للحظات ووقع على الأرض، وده كان شيء مرعب جدا. طيب خليني أسألكم سؤال تاني، هل شايفين إنه كان غلط إنكم تهتموا بالعروسة دي وتدوها حجم أكبر من حجمها وكيان أكبر من كيانها وتدوها اسم؟ يا سيدي الفاضل، إحنا ما كناش بنهتم بالعروسة نفسها، كان كل همنا روح البنت الصغيرة أنابيل. إحنا بعد كده ندمنا طبعا، بس كنا متصورين إن تصرفنا ده ما أذاش حد. سألت لورين: انتم لسه معتقدين ان اللي ساكن العروسة دي شبح الطفلة؟ ايوه، امال هيكون ايه؟ صرخ كال اول مرة من ساعة ما قعدوا وقال: دي عروسة فودو مسحورة، هتكون ايه تاني يعني؟ انا حذرتهم على فكرة من زمان وقلت لهم الشيء ده بيتلاعب بيهم وبيستغلهم. حاول إد يهدي كال وقال له: طيب انا محتاج اسمع قصتك مع العروسة من البداية، اهدى واحكي لي من الاول. تمام انا موافق، خليني أقولك بس كبداية إن أنا كنت بكره العروسة دي بدون أي سبب، وهي كانت بتكرهني. الشيء ده ليه عقل، وأنا ما كنتش شايف إن عروسة بتتمشى كده في البيت دي حاجة ظريفة أو حاجة ممكن نبقى مبسوطين بيها وهي بتحصل حوالينا. تمام، بغض النظر عن رأيك فيها، ممكن تحكي لنا إيه اللي حصل لك معاها؟ أوكي، الشيء ده بيتسبب لي في كوابيس، بس اللي هحكيهولك ده مش كابوس مطلقا. كنت في البيت ونمت وأنا قاعد نوم عميق جدا. شفت نفسي بعدها وانا بقوم وكنت حاسس ان في حاجة غلط. بصيت حواليا بس كل حاجة كانت في مكانها. لما بصيت تحتي شفت العروسة القماش أنابيل كانت بتتسلق رجليا ووصلت لصدري بسرعة ولفت كفوفها حوالين رقبتي.
شفت نفسي بتخنق وبحاول أبعد العروسة عني، بس كأني كنت ببعد في حيطة ما كانتش بتتحرك خالص. كنت بتخنق ومش عارف أعمل إيه. سأله إد: الراهب اللي كلمني قال لي إن العروسة أذتك جسديا، هل بتعتبر الكابوس أو الموقف ده أيا كان إيذاء جسدي حقيقي؟ لا طبعا، اللي حكى لك عنه الراهب حصل هنا في الشقة دي لما كنت أنا ولارا لوحدنا هنا. كانت الساعة 10 أو 11 مش فاكر بالظبط. كل شيء كان هادي، وفجأة سمعنا صوت في أوضة ديردرا. افتكرنا إن في حد اقتحم الشقة. قمت ومشيت بهدوء ناحية باب الأوضة المقفول، وبعدين فتحت الباب بالراحة ومديت إيدي لمفتاح النور ونورته. ما كانش في حد في الأوضة، بس شفت أنابيل مرمية على الأرض. قربت منها ببطء، وكل ما كنت بقرب كان في إحساس بيزيد إن في حد ماشي ورايا. لفيت بسرعة قالت لارا بعد تردد كال في الحكي. كال ما بيقدرش يحكي الجزء ده تاني. لما لف علشان يشوف مين وراه ما كانش في حد، بس فجأة مسك صدره وصرخ. دخلت أشوف فيه إيه، لقيت صدره كان متعور وغرقان دم، وكال كان هيموت من الخوف وبيترعش، وجري فورا بره الأوضة. كشفت صدره علشان أشوف إيه اللي حصل، وشفت آثار مخالب. سأل إد: طيب ممكن أشوف آثار المخالب دي لو سمحت؟ جاوب كال: الأثر راح دلوقتي. ديردرا لما جت شافت الآثار دي برضه على فكرة. كانوا كام جرح تقريبا؟ 7، 4 بالعرض و3 بالطول. الجروح دي كانت مؤلمة، كانت سخنة كأنها حروق مش جروح. كان عندك جروح أو حروق في صدرك قبل الحادثة دي يا كال؟ لا طبعا ما كانش عندي. هل فقدت الوعي قبل أو بعد أو أثناء الهجوم؟ لا. سألت لورين كال: طيب الجروح دي خدت وقت قد إيه على ما خفت؟ ما خدتش وقت خالص، كانت تقريبا اختفت بعد يومين. اختفت مش خفت، أنا فاهم اللي أنا بقوله بالظبط. كلمتوا مين طيب بعد الحادث ده؟ كلمنا الكاهن الكنسي الأب كيفنز. سألت لورين: ليه كلمتوه بدل ما تكلموا دكتور؟ ردت ديردرا بسخرية: تفتكري كنا هنلاقي تفسير لآثار المخالب دي ونقوله للدكتور؟ برضو الجروح نفسها ما كانتش مشكلتنا قد ما كانت مشكلتنا سببها. كنا عايزين نعرف لو ده ممكن يحصل تاني، فما كانش قدامنا حد نسأله غير رجل دين. طيب كان في سبب لاختيار الأب كيفنز بالذات؟ احنا بنثق فيه ونعرفه من زمان أنا وديردرا، وكمان هو بيدرس في مدرسة قريبة من هنا. حكينا له القصة كلها زي ما حكيناها لكم بالظبط. كنا خايفين ما يصدقناش، لكن الحمد لله صدقنا على طول، برغم انه ما سمعش عن حاجات زي دي بتحصل في عصرنا دلوقتي. سألناه عن تفسير اللي حصل، فقال انه مش عايز يستبق الأحداث، لكنه حاسس ان الموضوع ليه جانب خوارقي، وقال لنا انه هيتصل بحد أعلى منه في الكنيسة، الأب إيفريت. سيد إد، تفتكر إيه سبب الجروح اللي حصلت لكال دي؟ هنتكلم في الموضوع ده كمان شوية، بس خلينا نكمل الأسئلة الأهم. هل كانت في حوادث زي كده حصلت لأي حد فيكم زمان؟ كانت إجابات التلاتة إن لأ. سألهم إد: طيب هل اسم أنابيل هيجنز ده عدى عليكم قبل كده؟ بيفكركم بأي حاجة؟ رد التلاتة إنه لأ برضو. قلتوا إنكم ما شفتوش أشباح قبل كده في الشقة، بس كال قال إنه حس بوجود خفي في الأوضة قبل ما يتعور. قالت لارا بحزم: في شيء هنا، أنا ما بقيتش قادرة أقعد في الشقة دي أكتر من كده، إحنا قررنا أصلا نسيب المكان ونأجر شقة تانية. قال إد بلهجة جافة: أخشى إني أقولك إن انتقالكم مش هيحل الموضوع. قصدك إيه؟ هحاول أختصر لكم الوضع. أنتم سمحتم لكيان خوارقي بالدخول لشقتكم وحياتكم، ومش هيسمح لكم تهربوا منه بسهولة. الكيان ده مش محتل للشقة، الكيان ده محتل لوجودكم أنتوا شخصيا. كلام إد كان صادم. فضل ساكت هو ولورين علشان يدي فرصة للشباب يجمعوا أفكارهم، وبعد دقيقة قال إد: إحنا هنحاول نساعدكم، وهنبدأ دلوقتي. أول حاجة لازم أتصل بالأب إيفريت وأطلب منه يجي، وبعدها هفهمكم إيه اللي حصل وإيه سبب الهجوم على كال. أستأذنكم أستخدم التليفون؟ راح إد يعمل اتصالاته، وقامت لورين تجولت في الشقة في محاولة منها لمعرفة إن كان الكيان ده تقدر تتواصل معاه ولا لأ. بعد كده رجع الكل حوالين الترابيزة تاني في المطبخ، وقال إد: أما الأب إيفريت يوصل هيحتاج يعمل طقس معين لمباركة المكان، طقس أخف شوية من طقوس طرد الشياطين بمعنى أصح. صرخ كال: كنت عارف إن هي دي هتبقى النتيجة.
انت فعلا عندك حق يا كال، بس أشك إن حد فيكم كان عارف ليه لازم تبقى دي النتيجة. خلينا نبدأ كده من الأول ونقول مفيش أنابيل، مفيش وما كانش فيه أنابيل. انتوا متضحك عليكم، واللي بتتعاملوا معاه دلوقتي ده كيان خوارقي، مش روح إنسان أو شبح إنسان ميت قبل كده. ليه أنا استنتجت ده؟ رقم 1، تنقل العروسة من مكان لمكان لوحدها وانتم مش موجودين وتغيير أوضاعها. رقم 2، الرسائل المكتوبة اللي لقيتوها. رقم 3، ظهور 3 نقط دم ليهم رمزية ودلالة كبيرة جدا لو ما كنتوش فاهمين. رقم 4، وضع الركوع اللي كانت عاملاه العروسة ليه معنى. كل ده بيقول إن في كيان عاقل ورا الظواهر دي، لكن الأشباح البشرية ما عندهاش القدرة على عمل كل الفوضى دي، ما عندهمش أصلا الطاقة اللازمة لده. لذلك فالشيء اللي موجود هنا هو كيان غير بشري. غير بشري يعني إيه؟ يعني كيان شيطاني. عموما الكيانات الشيطانية ما بتتدخلش في حياة الناس إلا إذا الناس عملوا حاجة تخليهم يتدخلوا. وأنا آسف جدا بس مضطر أقول لكم اللي هقوله دلوقتي ده. انتوا عملتوا حاجة سمحت للكيان الشيطاني ده إنه يدخل حياتكم. عملنا حاجة بمعنى إيه يعني؟ انتم وقعتم في أخطاء صغيرة، أولها إنكم تركزوا قوي مع العروسة وتدوها قيمة. السبب اللي خلى الكيان يتجرأ إنه يطلب الاستحواذ على العروسة هو إنكم اهتميتوا بكل الألاعيب اللي كان بيحاول يلفت نظركم بيها من الأول، ومجرد ما سمحتوا له يقرب أكتر بدأ في إيذائكم وتخويفكم. كل دي تصرفات الكيانات الشيطانية، بتسبب الألم والخوف. التصرف الصحيح لو حد لاحظ نشاط غريب حواليه يتجاهله تماما، لأن محدش عارف مين السبب وراه. لكن بدل تجاهله انتوا اهتميتوا أكتر، ودفعكم فضولكم للاستمرار في محاولة التواصل والفهم. غلطتكم التانية هي استعانتكم بوسيطة روحانية. أي وسيط روحاني بيكون طريقة لتواصل أي كيانات ما ورائية مع البشر، وبيكون في وضع ما يسمحلوش غالبا يعرف الفرق بين الكيان الشيطاني والشبح البشري. في حالتكم الكيان الشيطاني خدع الوسيطة الروحانية وقال لها معلومات غلط. كان المفروض تنصحكم ما تسمعوش أي معلومة يقولها لكم أي كيان ما ورائي، وكان المفروض تتجاهل أي كلام منه وتحاول صرفه لو كان شبح بشري فعلا، وتقنعه بالاستسلام للموت. الكيانات الشيطانية بطبعها كدابة، وانتم صدقتم وسمحتم للكيان الشيطاني انه يستحوذ على العروسة. ليه كان عايز يستحوذ عليها؟ علشان يقدر يسيطر على حياتكم أكتر، ومحتاج موافقة واضحة منكم الأول. من غيرها ما يقدرش يعمل أي حاجة غير شوية لفت النظر اللي كان بيعملهم الأول، وكان هيمشي لوحده لو انتم ما اديتلهوش أي اهتمام. يعني قصدك تقول إن العروسة كده مستحوذ عليها زي الناس اللي بيكون جواهم شيطان مستحوذ عليهم؟ يؤسفني أقولك لأ، الكيانات الشيطانية ما بتستحوذش على جمادات، بتستحوذ بس على البشر. اللي عمله الكيان ده إنه كان بيحرك العروسة علشان يديكم إيحاء بإنه روح بنت صغيرة وتتعاطفوا معاها، علشان ياخد وقته أكتر وأكتر في التملك منكم. التواصل مع كيان خفي والسماح ليه بالتواجد هو السبب ورا كل الظواهر الشيطانية اللي احنا نعرفها لحد دلوقتي. اللي حصل مع كال كان هيحصل عاجلا أو آجلا. كلكم كنتوا في خطر، والكيان ده هدفه إنه يستحوذ على روح وجسد واحد منكم، واحد بس. كال كان قوي ومتشكك وكاره للعروسة من الأساس، فكان لازم الكيان ده يخوفه علشان يبعد عنكم ويقدر هو يستفرد بيكم. في البداية حاول يخوف كال عن طريق الأحلام، أما كال ما بعدش عنكم هاجمه بالطريقة الوحشية دي. علامات المخالب ليها رمزية، إحنا شفنا أثار المخالب في قضايا تانية كتير، وتعتبر علامة قوية على الحضور الشيطاني. الحمد لله إن الموضوع عدى على خير مؤقتا، لكن كمان أسبوع أو 2 كان هيهاجمكم تاني وممكن يقتلكم كلكم كمان. سألت لارا في رعب. يعني في كيان شيطاني في الشقة دلوقتي؟ ردت لورين. للأسف أيوة، في كيان شيطاني ما نقدرش نتنبأ بتصرفاته. جرس الباب رن ووصل الأب إيفريت. الشمس كانت بدأت تغرب، وكان إيد مستعجل وعايز الأب يبارك البيت وبعدها ياخدوا العروسة ويمشوا بسرعة. ديردرا قدمت القس لإيد ولورين وورن، والقس نفسه كان متوتر بسبب تورطه في طقس خطير زي ده، خاصة بعد ما إيد شرح له صعوبة الموقف. قال الأب إيفريت: بصراحة أنا ما عنديش أي فكرة عن علم الشياطين، أنت إزاي عرفت إن اللي ورا الظواهر دي كيان شيطاني؟ في القضية دي ما كانش صعب أبدا، الأشباح البشرية بتتصرف بطريقة معروفة ومحدودة، واللي بيحصل هنا محتاج قوة أكبر علشان تحرك عروسة وتكتب رسايل وتخدع وسيطة وتجرح رجل بالغ.
كمان لورين حست بوجود كيان شيطاني هنا. حضرتك لو استفزيت الكيان ده بنصوص دينية دلوقتي هتتأكد وتشوف بنفسك. في القضايا المماثلة طقس المباركة بياخد 5 دقايق تقريبا علشان يؤدى في كل أوضة. الطقس عبارة عن 6 صفحات محتواها بيهدف لاستحضار الطاقة الإيجابية والملايكة لحراسة البيت بدلا من طرد الشياطين بشكل مباشر، وتحمل تبعات استفزازها اللي ممكن الكاهن ما يقدرش يتعامل معاها لأنه غير متخصص أو غير ممارس لطقوس طرد الشياطين. الطقس مر بسلاسة، وبعد ما انتهى بارك الأب الأشخاص الموجودين، وأكدت لورين بعدها إن الكل في أمان مؤقتا. أنهى إيد ولورين مهمتهم وأخدوا حاجاتهم وأخدوا كمان العروسة، لأن وجودها هيخلي الكيان الشيطاني يهاجمهم مرة تانية. كان في طريقة واحدة للحد من تأثير الدمية وما يملكهاش إلا إيد ولورين. إيد حط العروسة على كنبة العربية وقرر يسوق في أكتر طريق آمن. كان قلقان إن الكيان الشيطاني في العروسة يهاجمهم، وكان قلقه في محله. في أثناء رحلة العودة حسوا إنهم واقعين تحت ضغط غريب، وحاسين بمشاعر كراهية وغضب مش عارفين مصدرها. ومع كل منحنى في الطريق كانت عربيتهم الجديدة بتتزحلق أكتر، وبيفقد إيد التحكم التام في عجلة القيادة والفرامل كأنهم مش موجودين. طبعا كان الأسهل إنهم يركنوا على جنب ويرموا العروسة في الغابة، لكن لو العروسة ما انتقلتش ورجعت تاني للممرضتين هيكون وجودها في مكان عام عرضة لأن أي حد ياخدها ويتضر منها. أما تكرر موضوع فقدان التحكم ده وكان هيتسبب في مقتلهم مصطدمين بشجر على جانب الطريق، فتح إيد شنطته وخرج زجاجة ماء مقدس ورش منها على العروسة في عصبية، وكمل طريقه بحرص لحد ما وصل للبيت. في الأيام اللي بعد كده إيد كان حاطط العروسة على كرسي قدام مكتبه ومراقبها طول الوقت. العروسة كانت بترتفع أكتر من مرة في الهواء، لكن إيد ما كانش بيعيرها أي اهتمام. بعدها انشغل إيد ولورين شوية في تحقيقاتهم، وكانوا بيرجعوا بيتهم يلاقوا العروسة في مكان مختلف كل مرة، رغم إنهم بيكونوا حابسينها في مكتب إيد. غالبا كانوا بيلاقوها قاعدة على الكرسي في حجرة الاستقبال، على الكرسي المفضل لإيد. اكتشفوا بعد كده إن أنابيل جابت صديق ليها، قط أسود كان غالبا بيتجسد من الفراغ جنب العروسة. كان القط بيتمشى بهدوء في الأوضة ويتفرج على الكتب أو يطلع على مكتب إيد ويبص على الحاجات اللي عليه في برود. بعدها يرجع يقف جنب العروسة ويختفي بداية من راسه لحد رجليه. كان واضح كمان إن أنابيل بتكره رجال الدين. بعد عودة إيد ولورين من القضية حصلت شوية حاجات أغرب خلتهم يتواصلوا تاني مع الكاهن اللي بارك بيت الممرضتين. لورين أثناء عودتها بالليل كانت بتسمع صوت مرعب بيطلع من البيت. بعد كده سمعت الصوت ده وكان مسجل على آلة الرد التلقائي على التليفون، الأنسرنج ماشين يعني، أثناء اتصالين من الأب كيفنز. ما بين الاتصالين المسجلين كان متسجل الصوت المرعب ده. في يوم كان الأب دانيال مايلز طارد شياطين كاثوليكي شغال مع إيد، وسأل عن العروسة أنابيل اللي شافها في المكتب. إيد حكاله على كل حاجة بخصوص القضية، واداله كل الأوراق اللي فرغ فيها تسجيل الجلسة وكتب فيها تحليله للوضع. الأب مسك العروسة باستهتار وقال: انتي مجرد عروسة قماش يا أنابيل، ولا تقدري تأذي حد أساسا. بعدها رمى الأب العروسة على الكرسي وضحك إيد وقال له: يا ريت ما تقولش الكلام ده تاني قدامها علشان بتتقمص. بعد ما خلص الأب شغله وقف علشان يسلم على لورين وهو ماشي. لورين اترجته يخلي باله وهو سايق ويتصل بيهم أول ما يوصل بيته. بعد كام ساعة اتصل الأب دانيال بلورين وقال لها: لورين، هو أنت ليه طلبتي مني أخد بالي وأنا سايق؟ بصراحة كنت خايفة إنك تفقد التحكم في عربيتك وإنك يعني لا قدر الله تعمل حادثة. كان عندك حق، الفرامل عطلت وكنت هموت. عربيتي اتدمرت في حادثة وبقت خردة. في نفس السنة اللي تم فيها التحقيق في قضية أنابيل كان في تجمع لأصدقاء الزوجين ومعارفهم في البيت. لورين والأب دانيال دخلوا أوضة يتكلموا شوية بعيد عن الدوشة، وكانت أنابيل بالصدفة البحتة انتقلت لوحدها للأوضة دي. أثناء كلامهم شافوا تمثال كان متعلق على الحيطة قدامهم بيتفك من المسامير بسرعة وبيطير فوقهم وينفجر بقوة. الضيوف سمعوا الصوت وجريوا على الأوضة مفزوعين. واحد من الحضور كان مصور من فريق إيد ولورين وفورا صور المكان.
أما اتحمضت الصورة كانت طبيعية تماما، إلا إن كان في عمودين من الضوء طالعين من فوق العروسة، والعمودين كانوا متجهين ناحية الأب دانيال. بيحكي إد عن موقف تاني مع أنابيل وبيقول: مرة تانية كنت في المكتب بشتغل مع ضابط شرطة في قضية يشتبه إنها قتل طقسي بهدف ممارسة شعائر سحرية. الضابط ده كان قابل كل أنواع الجرائم في حياته، ما كانش بيخاف بسهولة، وإحنا كنا بنتكلم في الشغل ساعتها. لورين نادت عليا علشان أرد على مكالمة ليا من ولاية تانية. قبل ما أخرج من المكتب قلت للضابط ياخد راحته ويتفرج زي ما يحب على المكتب والكتب، بس ما يلمسش أي حاجة، لأنه ممكن يستفز غصب عنه كيان شيطاني متصل بالحاجة دي. المهم فضلت 5 دقايق فوق بتكلم في التليفون، ولقيت الشرطي جاي بيجري ووشه شاحب جدا. سألته ايه اللي حصل، مرضيش يقول. ابتسم إد وهو بيحكي وكمل: فضل يبرطم بكلام مش مفهوم عن العروسة. كل اللي كان في باله ان العروسة حقيقية، طبعا هنا يقصد أنابيل. العروسة طلعت عينه في دقايق. من يومها وكل مقابلاتي مع الشرطي ده بقت بتتم في مكتبه هو، ورفض انه يجي البيت عندي مرة تانية. كملت لورين الحكاية وقالت: لسه برضه في حاجة غريبة حصلة الأسبوع اللي فات. إد كان مسافر اسكتلندا، وكان في نجار بيركب أرفف جديدة في المكتب. طلع لي النجار بعد شوية وطلب مني أشيل العروسة القماش من المكتب لحد ما يخلص شغله لأنها موتراه. إد ما كانش موجود طبعا، فاضطريت أشيلها أنا بنفسي. الأشياء المدنسة بمس شيطاني ليها هالة خاصة بيها، لما بتلمسها هالتك كبشري بتتشابك مع هالتهم. التشابك ده بيجذب الكائنات الشيطانية التانية فورا، كأنه إنذار حريق بالظبط. فباركت نفسي بالماء المقدس ورشيت منه على العروسة. سألت النجار لو عايز يبارك نفسه، فابتسم وقال لي إنه مش مؤمن بالأديان، وطلب مني أكمل اللي بعمله. قطتنا مارسي كانت قاعدة جنب مكتب إد كعادتها من زمان. مجرد ما مديت إيدي ومسكت أنابيل، شعر مارسي كله وقف وفضلت تصرخ في خوف وألم، وجريت ناحية الباب وقعدت تصرخ تاني بصوت عمري ما سمعته من قطة قبل كده. ما بطلتش غير ما فتحت لها باب المكتب فجريت للجنينة. النجار قعد يتفرج على اللي بيحصل وهو مستغرب جدا، ومن غير ولا كلمة مد ايده واخد ازازة الماء المقدس ورش منها على نفسه في احراج. وزي ما بقول دايما، اللي يشوف اللي بنشوفه لازم يرجع يؤمن بربنا. كمل إد وقال: صعب على الناس يا لورين ان هم يؤمنوا بحاجة مش شايفينها، بس ساعات قلة الخبرة وانعدام الإيمان بتخلي الناس تتورط في أمور خوارقية مرعبة غصب عنهم. استهتارهم كمان بيورطهم في أمور أكبر من إدراكهم. العروسة أنابيل بعد كده تم حبسها في فاترينا زجاجية مغلقة بإحكام، وكان دايما بيجي قس يبارك الفاترينا من فترة للتانية. وفضلت العروسة في متحف إد ولورين وارن لحد يومنا ده. ولحد هنا بتنتهي حلقتنا النهارده من بودكاست الارشيف. اتمنى حلقه النهارده تكون عجبتكم. في النهايه اللي ما عملش لايك للحلقه ينزل يعمل لايك، اللي ما عملش سبسكرايب ينزل يعمل سبسكرايب، واعملوا شير لو شايفين ان البودكاست ده يستاهل ان الناس تعرف بيه. انتوا كنتوا بتسمعوا بودكاست الارشيف، وكان معاكم خالد محمد، ولحد ما نتقابل الحلقه اللي جايه في ملف جديد، اشوفكم على خير.